يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. اتكلمنا قبل كده عن الشاومي 15 تي، وده يعتبر الفلاج شيب كيلر الرئيسي بتاع شاومي. النهارده بقى هنتكلم عن ال 15 تي برو اللي بيجي بتحسينات قوية جدا عن أخوه الصغير. فيلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش لايك شير سبسكرايب، فعل زرار الجرس ويلا بينا. النسخة البرو جاية بتمييز جامد جدا من حيث الخامات والمواصفات الداخلية. يمكن الشكل واحد ولكن كل حاجة مختلفة. فمن حيث التصميم أول اختلاف هو الفريم هنا جاي من سبائك الألمنيوم ومسكته حلوة وفخمة جدا. لما الفريم اتحول لألمنيوم مسكة التليفون اختلفت خالص. وعندك كمان الظهر هنا جاي من مجموعة من الألياف مقاومة للصدمات، ونسبة التحمل بتكون 3 أضعاف الخامات العادية. الموبايل بيجي بوزن 210 جرام، وده زيادة 15 جرام عن النسخة العادية. وطبيعي الموضوع يكون كده علشان عندك هنا الكاميرا هنتكلم فيها حاجات زيادة، وكمان خامات الألمنيوم. شاشة كويسة جدا بدرجة سطوع ممتازة من نوع AMOLED 144 هرتز ريفريش ريت، وهنا طبعا جاي أزيد من أخوه اللي قبل كده اللي بيجي 120 هرتز ريفريش ريت. حجم الشاشة واحد هو 6.83 بوصة، ونسبة الحواف هنا كمان أقل، وسمك الموبايل كمان أقل حوالي 2 مللي. فعلشان كده بقولك التصميم واحد ولكن فيه اختلافات من جوه. وطبعا الموبايل مقاوم للمية بمعيار IP68، والعمق بيوصل لحد 3 متر، ومدة زمنية 30 دقيقة. وفي النهاية الوزن الزيادة مش هتحس بيه لأن توزيع الوزن في الموبايل ده مظبوط جدا. الموبايل بيجي ب 12 جيجا رام مع 512 جيجا ذاكرة زي أخوه بالظبط، ونوع الذاكرة هنا بيكون UFS 4.1. هنيجي لأهم تطور واختلاف وهو الكاميرات. الكاميرا الأساسية هنا مش مختلفة، 50 ميجا بكسل، ولكن يختلف حجم العدسة. هنا بتكون 1.6 بدل 1.7 في النسخة العادية. والعدسة التانية برضو ما بتختلفش، بتكون 50 ميجا بكسل دي علشان التليفوتو، ولكن بتديك 5 اكس اوبتيكال زوم. وهنا ال 5 اكس دي هتخليك تاخد تفاصيل اكبر مع حجم العدسة اللي هو هيكون اكبر. هتقدر تاخد تفاصيل وصور مميزة جدا. قد تكون الألوان اللي هتاخدها من الموبايل مش ألوان حقيقية، ولكن نتيجة إن العدسة هنا من لايكا بتقدر تديك أكتر من لوك، وتديك سينيماتيك لوك للصورة، بتطلع لك الصورة بشكل حلو. فهنا أنت بتتكلم على خلطة كاملة، عدسة فيها بيريسكوب وعندك عدسة من لايكا، فبتقدر تطلع صور بلوك كويس جدا وهتكون راضي عنه. والعدسه الاخيره بتكون 12 ميجا بكسل، ودي عشان الالترا وايد. عندك اختلاف تاني كمان، الموبايل هنا بيصور 8K، لكن النسخه العاديه كانت بتصور 4K بس. كاميرا السيلفي ما فيهاش اختلاف، 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، وطبعا بتقدر تصور 4K. وطبعا نفس الصوت الاستيريو، الدولبي اتموس، والصوت الهاي ريز، وفعلا درجه الصوت هنا نقيه وواضحه جدا. وبتاخد برضه في نفس الوقت الهايبرد AI بتاع شاومي اللي بيديك فعلا تعديل كويس جدا على الصور. نيجي بقى الفرق اكثر جوهريه واكثر اهتماما، وهو المعالج. عندك هنا معالج جبار ميديا تك دايمنسيتي 9400 بلس. معالج من الاخر هيديك اداء كويس جدا سواء في الالعاب، لو بتلعب ببجي او العاب تقيله على اعدادات عاليه جدا هتاخد فعلا اداء قوي ومرضي. وطبعا في الاستخدام العادي بيديك اداء كويس جدا في المالتي تاسك، في سرعه الاستجابه مع ال 144 هرتز هتاخد تجربه صاروخيه وسريعه. وعن تجربه فعلا لاني حملت على الموبايل ده جامد جدا، الموبايل ما بيسخنش لو انت بتعمل عليه اكتر من حاجه. وطبعا عندك نفس البطارية 5500 ملي أمبير، ولكن هنا سرعة الشحن بتكون 90 واط، وده هيشحن لك موبايلك من 0 ل 100% في 35 دقيقة. وطبعا مع الحفاظ على الطاقة هتاخد تجربة ممتازة في الطاقة بتاعة الموبايل سواء في الشحن أو التفريغ. بالإضافة لأن هنا كمان عندك شحن لاسلكي بسرعة 50 واط. لو بتسألني عن رأيي في الموبايل، فانت هنا واخد النسخة البرو او البريميوم من ال 15 تي. عندك تحسين كويس قوي في المعالج واستجابة رهيبة جدا. بصراحة الماسكة بتاعت الموبايل مختلفة، وتوزيع الوزن في الموبايل مختلف خالص عن النسخة العادية. عندك كمان هنا العدسة البيريسكوب الخمسة اكس دي برضو يعني مغرية ان انت تروح لده لو بتحب التصوير، وطبعا تصوير ال 8K لو مهم بالنسبة لك. وبرضو طبعا الموبايل ده فيه الخاصية ان اي حد تاني معاه ال 15 تي او ال 15 تي برو تقدر تكلمه بدون اي شريحة او انترنت او اي حاجة، مجرد انك تقدر تتواصل معاه وعلى مسافة تقريبا حوالي 2 كيلو تقدروا تتكلموا. يعني لو تايهين تقدروا توصلوا لبعض لو مفيش شبكات. بشكركم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبولي في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية. سلام.